مش نقول كلمة حق نطلب بها قدام أمام الله. كلمة حق اللي عملوه جماعة السنغال اليوم باش يبقى وسمة عار مدى الحياة. اللي عملوه جماعة السنغال اليوم باش يبقى وسمة عار مدى الحياة في الكرة الإفريقية. لما جات ضربة جزاء للمنتخب المغربي، ضربة جزاء صحيحة 100%. منتخب السنغال معناه عمل المستحيلات باش يستفز اللاعبين نتاع المغرب باش ما يسجلوش، يضيع لهم التركيز، وهذاك اللي صار. والله كنت متأكد باش يضيع التركيز، وهذاك اللي صار. حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح السنغال عملت بارتي ولا مباراة كبيرة، ولكن ضربة الجزاء كانت صحيحة، والحكم كان محايد لا مع السنغال ولا مع المغرب. أما المغرب حاجة نقولها الحقيقة أمام الله، راني معني مع أحد. شوف، شجعت المغرب إلى حد آخر لحظة، شجعت المغرب آخر لحظة، والله أعلم بذلك. ولكن نحب نقول أحسن تنظيم صار من بداية كأس إفريقيا هو تنظيم المغرب. أحسن تنظيم كأس عالم هي قطر، أحسن تنظيم كأس إفريقيا هي المغرب. أقسم بالله هذه حقيقة معناها نشهد بها أمام الله. والمغاربة راكم شرفتونا وبرافو، وإن شاء الله راهم اللي الحاسدينكم والغايرين منكم إن شاء الله يديروا ولا يعملوا حتى شوي من اللي عملته المغرب، يعملوا شوية برك. أحسن منتخب عربي وإفريقي هو المغرب بدون منازع، الثامن عالميا. والسلام عليكم. انتم ما حبيتوش المغرب وما حبيتوش اسود الاطلس تهز كاس افريقيا. انتم حبيتوا تمسخوا صوره المغرب. الفيديوهات اللي هبطوها قبل الماتش، الكوب في الرباط، والمغرب شريت التحكيم وشريت الفيفا وشريت الدنيا الكل. اوكا ربي ظهركم على حقيقتكم. بون منتخب قوي برشا، ما حالفوش الحظ، الله غالب. هذيا كوره، ونتصور المغاربه الكل يعرفوا الشيء هذايا. اما الحاجه الباهيه اللي قاعدت في كاس افريقيا، اللي تونس والمغرب رجعوا خاوه، والكوره حاولت رجعتنا ونقعدوا خاوه. حاولنا نساندوكم، حاولنا نقفوا معاكم، حاولنا ندزوا معاكم. هذه هي كوره، فما ربح وخساره، وراو المغرب على الراس والعين، وتستاهلوا كل خير. وانا فرحان برشا، والله العلي العظيم فرحان برشا اللي عرفنا برشا ناس على حقيقتهم، اللي مسخوا في صوره المغرب، يهبطوا في فيديوهات لا علاقه باش يحاولوا يعملوا النميمه والنفاق. سيبكم ربي خويا. فما برشا مغاربه كتبوا لي يا ليتو جيتوا جيراننا. راهو نحب نقول لك احنا معاكم، راكم في القلب، راكم تستاهلوا كل خير فوق الراس. الحمد لله يا ربي اللي عرفنا برشا عباد على حقيقتهم، وديما تونس وديما المغرب، وان شاء الله تجي يحالفنا الحظ هكايا، ونعملوا دي كومبيتيسيون ونحاولوا نرجعوا لكم القليل اللي عملتوه مع التوانسه. خواتنا في المغرب والله ربي معاكم، ربي يعديها على خير. اللي اقسمت بالله انا تونسي وحسيت احساس عمري ما حسيته طول حياتي. قمة الاستهتار متاع ضربة الجزاء متاع دياز، عقد ما شفت كورة، عقد ما تفرجت في حياتي، وعقد ما تبعت عمري ما ريت قمة استهتار بالطريقة ذيك. يعني الدقيقة الاخرى، الثواني الاخرى، بينالتي تجيب لك البطولة، تفرح لك شعبك، تقلب الدنيا قلبين، تجي في الاخر تتعامل مع ضربة جزاء بالطريقة ذيك، تخلي الناس الكل مقهورة، تخلي الناس الكل بوجعتها. اقسمت بالله راني لتوا مانيش فاهم حتى شيء. علاش بالطريقه ذيك؟ شنو اللي قالوا مخه؟ والله العظيم راني دخت. والله ربي معاكم شعب المغربي، الله غالب هارد لاك. اي كلمه تو مش تبردكم، ربي معاكم وكا هو، ربي ينسيكم بيسع وكا، خاطر بالرسمي تستحقوا البطوله، تعبتوا والله غالب. هذيك هي الكوره، الله غالب، والله ربي معاكم. الكل ضد المغرب، شو السبب؟ جماهير الدول العربية ضد المغرب. تفاجأت، نزلت الفيديو، يعني شفت جماهير دول العربية وخاصة في قارة أفريقيا ضد المغرب، وبيحكوني كنا مع السنغال والكل كان بيساند السنغال. يا رجل شو فيه؟ شو صاير بالدنيا؟ مين لعب بالإعدادات؟ جماهير الدول العربية كانت ضد المغرب، اشرحوا لي السبب، شو السبب؟ برافو للمغرب، برافو. مش مشكل الانتصار والخسارة. المغرب منتصر، المغرب انتصر بإنجازاته
بشعبه بمنتخبه اللي وصل لأعلى درجات في كأس العالم وكأس أفريقيا، آه، في حين كل المنتخبات الأخرى انسحبت. برافو للمغرب كإنجازات كبيرة، ولا عزاء للشامتين والفشلة. يعني هناك ناس ما عندهمش ولا مهمة في الحياة إلا الشماتة، يعني لأنه عادة الفاشلين واللي ما عندهم ولا إنجاز، إنجازهم الوحيد هو يعني الشماتة والتهاكم على الآخرين، لأنهم ناس فارغين عندهم فشل وراء فشل وراء فشل. وهذه مهمة الفاشلين في الحياة. مهمة الفاشلين في الحياة هي الشماتة والتهكم، لأنهم جاي من عقدة صفر إنجاز وعقدة صفر نجاح. طبعا هذا معروف المقصود من، يعني كل جحافل المصريين والجزائريين التي ستبث سمومها، قولوا لهم معناها أنتم على هامش التاريخ. المغرب، التاريخ سيذكر المغرب، لن يذكركم، سيذكركم كفاشلين كمنسحبين كصفر إنجاز، وسيذكر المغرب التاريخ، سيذكر المغرب، يعني المغرب سيتم ذكره عاليا في التاريخ. أنتم سيتم ذكركم مثل العجائز اللي في الحمامات القديمة، فقط الشماتة والضحك والتهكم، لأنكم فارغين بدون إنجازات. هذه هي سمات الفاشلين في كل الأزمنة وفي كل العالم. الفشل دائما مهمتهم التهكم والسب والشتائم. والحقيقة المصريين والجزائريين اختصاصهم السب والشتائم في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عندهم باع في ونجاح عظيم في الشتائم وفي السب فقط. هذا في شفتهم فالحين. برافو المغرب، برافو المغرب. واحنا تأثرنا برشا في تونس وحزننا، كنت تسمع في الصياح في العياط، وتفاعلنا جدا 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 مع المغرب، وحبينا من كل قلبنا المغرب تربح. اليوم كان يعني نصيحة للقائمين على الكرة المغربية: لا عاد تستضيفوا كأس أفريقيا في أرضكم، لأن لا الفرق الأفريقية ولا الفرق العربية الأفريقية تستحق هذا الكرم وتستحق هذا التنظيم. وأنتم منتخب كبير ومنتخب رائع وعملت اللي عليكم، وسيناريو المباراة هو يلي أطاح بالمنتخب المغربي. السنغال ضغط نفسيا، ومن أول المباراة نحن ما بنقول إنه أداؤه ما كان جيد، لكن الجزاء مستحقة والجزاء صحيحة. وأساسا الحكم إذا هن عم يطالبوا بالهدف ما بيصير يرجع للفار طالما هو صفر على الفول. سجل اللاعب بعد صافرة الحكم، وكان في خطأ على حكيمي. اثنين ضغطوا على المنتخب المغربي نفسيا. المغرب طلع بالأشواط أوف، وأيضا قدم أداء كبير. ما عندكم حظ، ما في زهر للمنتخب المغربي. وأعداء النجاح مع الأسف كتار، ولكن أنا شايف بشكل مفاجئ ومفجع ومخزي. برافو المغرب، معلش انتو أبطال بعيون كل حدا شريف وبيفهم كرة قدم. المغرب قادر بكأس العالم يقدم أداء رائع، وقادر انه يلعب مباريات ودية مع كبار القارة الأوروبية اللي بتفهم فوتبول ومحترمين، وقادر يستضيف كأس العالم إن شاء الله بيعمل نتائج. وفي 2026 قادر المغرب انه يعمل نتائج. ورسالة للجماهير المغربية: عمرك ما تشجع منتخب إذا منتخبك عم يلعب بالبطولة نفسها. تحياتي لكم وهاردة كبيرة للشعب المغربي. مباراة صعبة وقدر الله ما شاء فعل. المغرب كبير، ديما مغرب. يا اخوان، كيف مشيو؟ كان هذا هو الفيديوهات اليوم. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لايك وكومنتار واشتراك باش ديما نوصلكم من جديد، وتحياتي لكم.